راديو رسالة، هتشوف الخير بودانك. بعد قليل إيفنتاوي على راديو رسالة. زمان لما كنا بنحتاج معلومة طبية كنا بنستشير جيراننا أو الصيدلي اللي تحت بيتنا، ويا تصيب يا تخيب يا تخيب. من النهاردة ما تجربش وخليك في العضل. برنامج في العضل برنامج بيقدم لك كل يوم معلومة طبية من الآخر. في العضل كل يوم خميس الساعة 6 مساء مع الدكتور أحمد رمزي. عيش الفرحة على راديو رسالة. ودلوقتي جه ميعادنا وبرنامج إيفنتاوي على راديو رسالة. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا، وحلقة جديدة وبرنامج إيفنتاوي على راديو الخير، راديو التنمية، راديو رسالة، أول راديو إنترنت خيري وتنموي في الشرق الأوسط. وشعارنا دايما اللي بنقوله على راديو رسالة، هتشوف الخير بودانك. هكون معاكم داليا يونس، وعلى المكسر محمد قمر لمدة ساعة ونص على الهوا من دلوقتي. وهنبدأ على طول، بس بعد فاصل صغير بفقرتنا، فقرة إيفنتاوي رايح على فين. بفكركم بأرقام تليفوناتنا 01019 450 0 والأرضي 22 7 22 7 12، وصفحتنا على الفيسبوك راديو رسالة بالإنجليش. مشهور عليه
انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة. ورجعنا لكم تاني مستمعينا وايفنتاوي، وهنبدا على طول فقره ايفنتاوي رايح على فين عشان تعرفوا اهم الايفنتس اللي تحبوا تروحوها الاسبوع ده. هنبدا بيوم الجمعه 31 اكتوبر، هيكون في حفله لفرقه شارموفرز في ساقية الصاوي في قاعه النهر الساعه 7، وعنوان ساقية الصاوي شارع 26 يوليو الزمالك القاهره. يوم الجمعة برضو هتقدروا تستمتعوا بعرض فني شعبي من إندونيسيا على مسرح دمنهور، كل ده هيكون في دار الأوبرا الساعة 8. بينظم الرابع حفلة للشاعر ميدو زهير، وهيكون بصحبة عازف العود محمد غريب وعازف الجيتار شيكو، وبكده هتستمتعوا بمزيج من الموسيقى وكمان الشعر. عنوان الرابع الجمالية شارع المعز بجوار مسجد الأقمر ضرب التنبكشية. نروح ليوم السبت 1 نوفمبر، بينظم بيت الرصيف معرض الكتاب للمرة الثانية، هيكون الكتب المستعملة، والمعرض هيبتدي ب 200 أو ب20 ألف كتاب، وده بالتعاون مع مكتبة كفاح للكتب المستعملة ومؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ومكتبة المعادي ومكتبة عمارة ومبادرة رشح لي كتاب. المعرض هيكون في الفترة من 1 نوفمبر ل 10 نوفمبر كل يوم من الساعة 11 الصبح للساعة 11 بالليل، وعنوان بيت الرصيف فيلا 9 شارع 151 متفرع من ميدان الحرية المعادي. لسه مكملين معاكم. يوم السبت 1 نوفمبر بيقدم حركة أفلام ضد الغباء، إيفنت جديد هدفه إنه يغطي بعض المصطلحات والأسامي والأحداث اللي ياما سمعتوا عنها بس ما تعرفوش تاريخها، زي مثلا رومل كرولي الثورة الفرنسية وغيره، وده عن طريق محاضرة كاملة هيكون فيها أفلام وثائقية ومعلومات وتغطية كاملة للمصطلح وملخص قيم جدا بس مش بأسلوب معقد وصعب. وأول حلقة هتكون عن جفارة في المركز المصري الأمريكي للكتاب في ناكلز باسكندرية. الكلام ده هيكون الساعة 5:30. كمان في نفس اليوم سبت 1 نوفمبر بينظم مكتبة مصر العامة حفلة موهوبية. ايه حفلة موهوبية؟ دي حفلة هيعرضوا فيها مواهبهم بشكل مختلف، وهيغنوا وهيرسموا وهتسمعوا كمان شعر وخواطر ومزيكا، وده كله بحضور ضيوف مشهورين زي الكاتب الرائع عمر طاهر وعازف الكمانجا المميز أندرو عاطف والممثلة نسمة ممدوح والشاعر أحمد الراوي والفنان أحمد موسى. الحفلة هتكون من الساعة 3 للساعة 7، وعنوان المكتبة 4 شارع جمال حمدان الطحاوية من شارع النيل الجيزة بجوار مجلس الدولة. لسه في ايفنتات كتيرة قوي. يوم السبت 1 نوفمبر هتقدم فابريكا عرض الليلة الكبيرة في عرض مسرحي جديد في ساقية الصاوي. الكلام ده هيكون بقاعة النهر الساعة 8، والليلة الكبيرة من كلمات صلاح جاهين وموسيقى سيد مكاوي، والعرض من إخراج محمد أبو الخير. عنوان ساقية الصاوي بفكركم بيه شارع 26 يوليو الزمالك القاهرة. كمان هتقدم الفنانة دينا الوديدي حفلة على مسرح دمنهور بدار الأوبرا الساعة 8. نروح ليوم جديد. يوم الأحد 2 نوفمبر هتقدم فرقة كمين حفلة في ساقية الصاوي بقاعة النهر الساعة 7، ومن الأغاني اللي هيقدموها ورقة وقلم والممنوع مرغوب وغيرها من أغانيهم. عنوان ساقية الصاوي شارع 26 يوليو الزمالك القاهرة. من
ضمن أوركسترا القاهرة السيمفوني هيكون في حفل دارس سيرجي بروكوفيف وبيتر وسيب وكامي سانس كرنفال الحيوانات وسوليست إلينا دازمشفيلي وبيانو هيثم إبراهيم. الراوي باللغة العربية هيكون محمد عبد المعطي، والراوي باللغة الإنجليزية هيكون رؤوف زيدان. كل ده هيكون بقيادة ناير ناجي، وده هيكون على المسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة 11. يوم جديد الاثنين 3 نوفمبر بيستضيف بيت السناري حفلة نتاج ورشة الإنشاد الصوفي اللي كان مقام خلال شهر أكتوبر. الحفلة هتكون من الساعة 7 للساعة 9 بالليل، وعنوان بيت السناري حارة منج خلف المدرسة الثانية ميدان السيدة زينب. لكل محبي الثقافة الكورية، مكتبة مصر العامة بالتعاون مع السفارة الكورية بينظموا لكم اليوم الكوري، واللي هيكون في عرض أزياء التقليدية الخاصة بكوريا وبآلات موسيقية ومأكولات من المطبخ الكوري وغيرها من الأنشطة. اليوم هيبدأ من الساعة 3 مساء للساعة 6 مساء، وعنوان المكتبة 4 شارع جمال الدين متفرع من شارع النيل الدقي الجيزة. يوم الثلاث 4 نوفمبر هتقدم فرقة شوية فن بقيادة الفنان جو حفلة بساقية الصاوي بقاعة الحكمة، هتكون الساعة 7:30، وعنوان ساقية الصاوي شارع 26 يوليو الزمالك القاهرة. نروح ليوم جديد الأربع 5 نوفمبر بينظم التحرير لونش جوتا ورشة مسرح خيال الظل، والورشة هتكون مقسمة إلى جزئين. هيكون الجزء الأول خاص بصناعة عروس خيال الظل، والجزء الثاني هيكون إزاي تقدر تتفاعل مع فريق العمل ويكون ليك دور في إخراج المسرحية. الورشة هتكون تحت تدريب الأستاذ أيمن حمدون، وهو نحات ومخرج بمسرح خيال الظل. والورشة من الساعة 6 للساعة 9 من يوم 5 نوفمبر ليوم 26 نوفمبر، وآخر يوم لتلقي طلبات الاشتراك هيكون الاثنين 3 نوفمبر. اللينك هينزل على صفحتنا، وعنوان التحرير لونش 5 شارع البستان المتفرع من شارع طلعت حرب وسط البلد. ينظم بيت السناري ورشة عمل لتعليم التشكيل بورق الجرايد، وهيكون من الساعة 5 للساعة 7 مساء، وعنوان بيت السناري زي ما قلت في أول الحلقة حارة منج خلف مدرسة الثانية ميدان السيدة زينب. آخر إيفنت معانا يوم الأربع 5 نوفمبر بينظم ساقية الصاوي حفلة إنشاد ديني للفرقة السورية الإخوة أبو شعر بقاعة الحكمة الساعة 7، وعنوان ساقية الصاوي شارع 26 يوليو الزمالك القاهرة. آخر يوم معانا يوم الخميس 6 نوفمبر، وزي ما اتعودتوا من ساقية الصاوي في أول خميس من كل شهر في حفلة أم كلثوم تعود من جديد في مسرح الساقية للعرايس، وهتقدم الأطلال وأنساك. الحفلة هتكون بقاعة الحكمة الساعة 7:30، وعنوان ساقية الصاوي شارع 26 يوليو الزمالك القاهرة. بمناسبة 4 سنين أو مرور 4 سنين على وجود جزازي، قرروا ينظموا للمرة الثانية مهرجان عيد الحياة، وإنهم يحتفلوا بعيد ميلادهم مع الجمهور بإنه هيكون في معرض لمنتجاتهم بأسعار خاصة بالمهرجان، وهيتم عرض أفلام بتناقش الفرز وإعادة التدوير وأهميته، وهيكون كمان في ورش عمل. جزازي بيعيد استخدام الأزايز والخشب وبيحولهم لوحدات إضاءة أو وحدات بتستخدم في البناء والديكور. المهرجان هيكون من اليوم 6 ليوم 8 نوفمبر من الساعة 4 العصر للساعة 11 بالليل، وعنوان الجزازي شارع 250 الغربي المعادي قطعة 4 بين ميدان العرب وبنك مصر.
آخر إيفنت معانا في يوم الخميس وكمان في نشرة إيفنتاوي رايح على فين، بيت السناري بينظم ورشة عمل للتطعيم بالصدف، وهيكون من الساعة 4 مساء للساعة 6 مساء، وعنوان بيت السناري حارة منج خلف مدرسة الثانية ميدان السيدة زينب. وبكده نكون خلصنا فقرة إيفنتاوي رايح على فين، واللينك أو لينكات الإيفنتات كلها هتنزل على صفحتنا راديو رسالة بالإنجليش. لو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر ادخلوا على الصفحة، وكمان أرقام تليفوناتنا 01019 450 0 والأرضي 22/7/22/7/12. هنروح لفاصل صغير جدا، وبعديه لكل الناس اللي بيحبوا الشعر هنستضيف صاحب ديوان حي العجوز.
مش عايزين الوضع يسوء. انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة. احترامي للي بيقول شندوتش، واللي قال لابس كاوتش، واللي بان زي ما هو، اللي براه زي جوه، واللي فاضل مهما حاصل هو هو، واللي عنده وش واحد وسط خلق بألف وش. ده جزء من قصيدة كاتبها الإيفنتاوي اللي مشرفنا النهاردة أحمد فرج، صاحب ديوان عيل عجوز، اللي هنعرف منه إزاي عيل وإزاي عجوز في نفس الوقت. مشرفنا. أهلا بيك معانا في راديو رسالة. اهلا وسهلا. ليه بقى عيل وعجوز في نفس الوقت؟ فهمني. هو عيل عشان كلنا نفسنا نبقى عيال، يعني حتى يعني اي حد بيبقى بيوصل لمرحلة متقدمة من السن بيتمنى ان هو يعود لفترة الطفولة مرة تانية. عجوز بقى لان الواقع بيحولنا لعواجيز حتى لو ما كناش عواجيز. يعني الاطفال او الشباب دلوقتي المشاكل الموجودة يعني في البلد دلوقتي مخلينا كلنا عواجيز. تمام. جات لك الفكرة ازاي يعني؟ هو تسمية الديوان عيل عجوز دي كانت آخر مرحلة في الديوان. أنا كنت محتار في الاسم يعني، وما لقيتش عنوان قصيدة من قصايد الديوان تنفع تعبر عن مضمون الديوان، فاخترت الاسم عيل عجوز مع إنه مش اسم قصيدة من قصايد الديوان. طيب يعني عايزك تعرفنا بنفسك أكتر، يعني بدايتك. أولا أنا أحمد فرج من طنطا، خريج كلية آداب قسم لغة عربية. عملت تمهيدي ماجستير في الأدب والنقد، ودلوقتي بحضر نفسي ماجستير. بشتغل في إحدى شركات القطاع العام. تمام. بالنسبة للشعر بقى فيعني هي قصة قديمة أو يعني من زمان جدا. يعني كنت بحب أقرأ شعر، وبعدين بدأت أكتب كده حاجات بسيطة كده. في الأول كانت فصحى، بعد كده يعني ناس قالوا لي العامية بتاعتي كويسة وكده فكتبت عامية، وبعدين مشيت بقى في العامية أكتر يعني. مع إن العكس يعني اللي بيحصل دايما تلاقي حد كاتب عامية وبعدين ده حب إنه يكتب أنا بكتب فصحى برضه يعني ومستمر، بس يعني فرصة إن أنا أظهر كشاعر فصحى حاسس إنها لسه ما جاتش يعني، أو إنتاجي في الفصحى أقل من العامية، فعلشان كده عملت ديوان بالعامية الأول، بس إن شاء الله أتمنى أن أعمل ديوان فصحى قريبا يعني. طب سمعنا إيه بقى؟ نبدأ بتلك اللحظة. تلك اللحظة. تلك اللحظة لما القلب يدق بقوة غصب عنك، بالرغم انك عامل حائط صد عليه ومبطنه بالخوف من جوه. تلك اللحظة لما يقولك ايوه بحبك رد اعمل معروف، بالرغم انه مش متوقع منه يقولها علشان وش كسوف، وبرغم انه البادي عامل نفسك عادي، ومن جواك هتموت من الفرحة وبعد الفرحة تموت من الخوف. تلك اللحظة لما تلاقي النص التاني مستنيك في البر التاني عمال يندهلك من خوفه، وانت يا عيني قليل الحيلة، لا معاك مركب فتعديله، ولا في دماغك خطة بديلة، ولا مسموح لك بعد ما توصل حتى تشوفه. تلك اللحظة لما تقولك صعب نكمل، احنا غلطنا عشان حبينا، كنا قفلنا الباب من الأول، كان كده فعلا أحسن لينا. أنا تعبانة، ولا مننا قربنا ونولنا، ولا مننا وفرنا بكانا. تلك اللحظة لما الدنيا بتقسى وتمنع عنك خيرها، فأنت تقرر تنسى وتقول خيرها في غيرها، وتفوت مدة تعرف غيرها وغيرها، ورغم البعد ورغم الوقت بتفضل برضو فاكرها. جميلة جدا. شكرا. طب انا عارفة منك يعني ان انت حولت من طب اسنان للأدب. ايوه ده عشان تدرس الشعر، يعني انت شايف انه لازم الشعر يكون دارس؟ لا هو مش لازم خالص، مش لازم اللي بيكتب يكون دارس او
انا حولت لاني بحب الشعر كمتلقي مش كشاعر. يعني انا بحب اقرا شعر وبحب اتعمق في دراسه الادب وكده. طبعا انا عارف ان هو يعني مفيش مانع ان انت تجمع ما بين الدراسه في مجال مختلف تماما عن الادب وان انت تتعمق في الادب، بس انا كنت حابب ابقى متخصص قوي يعني، علشان كده اخدت القرار اللي محدش كان موافقني عليه خالص ساعتها يعني، وحولت من طب اسنان لاداب قسم لغه عربيه، والحمد لله ما ندمتش يعني. تمام. طيب احنا هنروح لفاصل صغير جدا، نرجع نكمل معاك. بفكر كل مستمعينا بارقام تليفوناتنا 01019 450 0 والارضي 22 7 22 7 12، وكمان لو تحبوا تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو رسالة بالانجلش. كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، بنت حلوة شكل هادي ركبت من ابو الفدا. المشكلة ان الصوت يا معكر الهدوء، والشباب في زحمة قاموا لما شافوا البنت ذوق. قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي، مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي. المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام، مع ان كلامه جارح بس زايد والسلام. موقف مهين اصل كل الناس ساكتين، اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين. قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين. شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي، اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي. كله عادي لو هيبقى حد راضي، كله راضي ان الغدر يبقى عادي، ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي. ليه بنرضى ومش بننطق؟ هو ده دايما سؤالي. وسط كل بيت حكاية متحكتش كسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كله خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت؟ مين السبب لما الحبيبة تصرخ ان مفيش حلول؟ مفيش حلول. كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، نفس البنت تاني يوم ركبت من ابو الفدا. خط زحمة كوام ولحمة اكشن عيدة وقصة تاني، بابتسامة صفرة بادئ قال يقول كلام اغاني. يا حلو يا اللي واقف يلا بينا ولا ايه؟ من البداية البنت صارت هو ده يبقى اسمه ايه؟ هو ايه؟ مفيش شهامة ابعد عني عايز ايه؟ صوتها يعلى ومن بجحته رد كان الصوت صوتين. قال لها ما جيتش جنب كله شايف ايدي فين؟ الامل عمال بيضعف ان حد يقوم يساعد، واضح ان الكل ساكت على المشاكل كله باعد. قالت عيب على الشناب وعالدهون اللي موجودة، فين النبل يا جدع؟ فين النخوة والرجولة؟ قال الكل قام وشاخط بسطولة اللسان. زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان، زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان. كل بيت حكاية متحكتش كسوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كله خوف. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت؟ مين السبب لما الحبيبة تصرخ ان مفيش حلول؟ مفيش حلول. انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة. زيرو 1019 450 0 و22 7 22 7 12 دي أرقام تليفوناتنا، وكمان صفحتنا على الفيسبوك راديو رسالة بالإنجليش لو حابين إن انتوا تشاركونا أو تتفاعلوا معانا. مشرفنا في الاستوديو أحمد فرج صاحب ديوان عيل عجوز. كنت عايزة أسألك في كتابة الشعر عموما الفكرة بتتولد الأول وبعدين تكتب، يعني تيجي الكلمات، ولا هي بتبقى حالة كده إن أنت بتبقى
موقف معين تعرضت له مثلا فجالك احساس فكتبته؟ انا هتكلم عن نفسي، لان انا مش عارف الناس بتبقى يعني الموضوع بيجي معاهم ازاي. انا الحالتين يعني بتبقى حاله، ممكن تبقى حاله شعوريه انفعلت بيها او اتاثرت بيها دلوقتي او امبارح او الاسبوع اللي فات او اي وقت. فبكتب، بمسك القلم وبكتب، وساعتها بتبقى الكتابه اسهل، او بحس ان يعني كأن حد بيمليني القصيده ماشيه بسهوله جدا. احيانا بقى بتجيلي فكره قصيده ببقى عاوز اعبر عنها بالالفاظ، يعني بتبقى عندي الفكره ودي بضطر ان انا بتاخد وقت شويه وتفكير شويه، لان انت بتحاول ان انت تختار افضل الالفاظ عشان تقدر توصل الفكره بتاعتك زي ما انت عاوزها بالظبط. وتشحن نفسك بقى يعني تمام، وتعيش نفسك في جو معين كده، وساعات ما بتكملش، كتير جدا يعني بتبقى عندي افكار قصاير وبحاول اكتبها بس ما بتمشيش يعني. بس بسجلها وبحاول ارجع لها تاني بعد وقت تاني. يعني مفيش تكنيك؟ لا. والكتابه في اي وقت، يعني انا ممكن اكتب، يعني انا في حاجات كتبتها مثلا وانا راكب القطر، في حاجات كتبتها وانا مثلا وانا على المخده كده قبل ما انام، بتجيلي فكره فاقوم بسرعه اكتبها وبتمشي قصيده. واوقات بمسك القلم واحاول اكتب ما بتجيش، فيعني ملهاش قاعده او نظريه. تمام. طيب هتسمعنا ايه؟ سمعكم سندريلا. تمام. الساعه وصلت ل12 وسندريلا خلاص هتمشي، لكن النوبة دي للأسف كانت لابسة كوتشي مربوط بذمة، فلما مشيت ما سابتش فردة تديني فرصة وصلها. يعني خلاص كله انتهى، وحتى يعني لو سابتها فأنا مش أمير علشان بسلطاني أفوت ولف على كل البيوت لحد ما أقدر ألاقي بيتها وأوام في ثانية وصلها. يعني خلاص كله انتهى، وحتى يعني لو لقيتها فلا هقدر ادفع مهرها ولا عندي ورث عشان احقق حلمها، فاكيد خلاص كله انتهى. فاحكوا لاولادكوا الحكايه زي ما حصلت معايا، قولوا اني غلطان من البدايه علشان عشقت بدون ما افكر في النهايه، او قولوا ان السندريلا حسبتها صح من البدايه، كانت عارفه اصلا كل ده ومتاكده اني مفلس، وعشان كده جت لابسه كوتشي ربطاه كويس. تمام. يعني كده سندريلا بتاعت زمان غير السندريلا بتاعت لا دلوقتي سندريلا تلبس كوتشي. سندريلا دلوقتي لها طلبات خاصه يعني. بس تلبس كوتشي يعني مش بتلبس جزمه في كعب. دي اكتر حاجه لفتت نظري. ايه سندريلا اتغيرت يعني؟ اعتقد يعني الحاله الرومانسيه القديمه في قصه سندريلا، وانها تمشي والامير يقعد يدور عليها وبعدين يلف البلد كلها، دي اعتقد انها ما بقتش موجوده يعني. لان سندريلا نفسها دلوقتي لها متطلبات خاصه يعني، علشان لا ولابسه كوتشي كمان. ولابسه كوتشي خلاص البنات استرجلت يعني. طيب يعني كنت عايزه اسالك عن المشاكل او التحديات اللي ممكن تواجه شعراء لسه في بدايه يعني في بدايتهم. طيب اولا دلوقتي الفيسبوك يعني سهل الامر كتير على كتير جدا من الشباب. دلوقتي اي حد شايف نفسه ان هو عنده القدره انه يكتب بكل بساطه، بيكتب قصيدته وينزلها عنده على الفيسبوك، وهو ده المحك بقى، يعني على حسب راي الناس وتفاعل الناس تعجب الناس ولا لا، بيقدر ان هو يعرضها على عدد كبير جدا من الناس. وفي ناس كتير جدا شعراء الفيسبوك كان عامل اساسي في انهم يعني يتعرفوا او كده. شبكات التواصل الاجتماعي هي اكتر دلوقتي اللي طبعا. اصل انت علشان انت يعني تحتك بالناس من خلال ايفنتات، تروح تحضر حفله او امسيه او كده، فمهما كان ليك جمهور كبير حاضر الحفله فهو صغير برضو بالنسبه لجمهور الفيسبوك يعني. طيب ايه المشاكل يعني انت مثلا عشان تنشر ديوان زي كده، في ايه المشاكل اللي قابلتك؟ هو مشاكل النشر بالنسبه للشباب عموما بتتمثل في دور النشر شقين. يعني اولا المقابل المادي بيبقى كبير شويه بالنسبه لشاب لسه في مقتبل حياته، يعني لسه مثلا في الجامعه او لسه بادئ يشتغل. انت اللي بتتحمل التكاليف الماديه عشان تنشر؟ هو معظم دور النشر بتقول لك انها بتتحمل معاك، وده حصل معايا شخصيا يعني. بس الحقيقه واللي بيحصل ان انت بتدفع ثمن كل التكلفه، لان الدار ما بتجازفش بانها تنشر لحد مش ضامنه ان كتابه يحقق مبيعات يعني. الا اذا بقى كان هو شخص يعني مشهور جدا، او فبالتالي الدار بتدفع له فلوس كمان عشان يوافق ان هو ينشر معاه.
لكن في البدايه خالص شعراء الشباب بيبقى لا لازم انت هم بيدفعوا. المشكله التانية بقى والاكبر ان اصلا دور النشر معظمها ما بتعملش بمصداقيه شويه، يعني كل الكلام اللي بيتم الاتفاق عليه في البدايه او قبل توقيع العقد او البنود اللي موجوده في العقد ما بتتنفذش. يعني اهمها طبعا بند التوزيع اللي هو يعني الدار بتطبع لك الكتب بس للاسف ما بتوزعهاش او بتوديها مثلا في مكتبه او مكتبتين 3 في القاهره، فالكتاب ما بيتشافش كويس. فعشان كده حتى لو الكتاب قوي او الشاعر قوي فما بيكتبش ليه ليه اسمها دار نشر يعني النجاح. وبتنشر. ما هو للاسف هو ده مثلا، ده انا مش إيه. بعمم بس ده نقول مثلا 80% من دور النشر في مصر بتعمل كده. طب هو مش بيبقى فيه عقد مكتوب بينكم؟ تمام، بيبقى في عقد بس للاسف انت ما بتبقاش عارف تعمل ايه. يعني انت مثلا هتروح يعني هرفع قضيه مثلا انا مش عارف، تبقى مثلا ممكن الاتفاق مثلا على عدد معين من النسخ هي ما بتبقاش طبعا العدد مفيش المتفق عليه، بس انت هتروح تعد مثلا ولا يعني صعب ان انت تثبت عليه حاجه. وفي الاخر يعني انا يعني اعرف في دار نشر عليها حكم وللاسف مش عارفين ينفذوه، يعني بيتهربوا صاحب الحق بيتهرب، الدار بتتهرب من تنفيذ الحكم. مفيش نقابه مثلا للشعراء بتحمي الحاجات اللي زي كده او يعني؟ لا هو مفيش نقابه بتنشر الشعراء، انما مثلا ممكن نقول اتحاد الكتاب هو ده بيعتبر بيبقى زي كانه نقابه للشعراء يعني. بس عشان اصلا تنضم لاتحاد الكتاب لازم تكون على الاقل صدر لك كتابين او ديوانين، يعني ما بكونش في البدايه يعني. لكن مفيش حاجه بتحمي لسه حد في بدايته او شعراء في بدايته؟ لا يعني واقعيا لا، انما بقى احنا ممكن في ما بيننا عقد وممكن اروح اشوف محامي وارفع قضيه، بس بقى محدش بيعمل كده يعني، حبالها طويله. فعلا. طيب تمام، سمعنا ايه؟ هنسمع بحور الشعر. حلوه لايقه على تمام. بحور الشعر احوالها ما بتطمنش، ساعات اصطاد بسنارة واطلع قرش، ساعات اصطاد بمركب صيد وبفرد شبكة على الواسع وما بترزقش، وانا منكرش بان الصيد ده رزق وكله على الرزاق، لكن برضو يزوم وتهيأ الاجواء وعاوز خبرة وشطارة، وانا معرفش حد اصطاد بدون شبكة وسنارة. ساعات برمي الشبك اسبوع وما بيطلعش ولا سمكة، ساعات ألقى السمك مسروع ينط لوحده في الشبكة، وبحر الشعر كان موجوع فطفى فنار وانا بصطاد، يا بحر ارحمني ده الموضوع اساسا اني مش صياد. نزلت البحر اتوضى فشدتني العيون الحور، وقضيت عندها مدة فخلتني الف وادور، وبما اني خلاص انا جيت فلو تسمح يا بحر يا ريت تنولني في شطك بيت، ونور لي الفنار حبة لحد ما احفظ السكة وعلمني لوحدة اصطاد. بالتالي يعني بحور الشعر دي جاوبت على السؤال اللي هو انت بتكتب ازاي. فعلا هو فعلا ده واقع يعني انا فعلا هو ملوش قاعده وملوش مش عارف يعني، هو بيبقى زي ما بيقولوا فعلا في زمان كانوا العرب زمان كانوا بيعتقدوا ان الشعراء لهم شياطين بتوسوس ليهم الشعر، فهي الموضوع يعني ممكن نقول فعلا في ايحاء وفي وحي وفي انت ما تعرفش يعني بيجي لك امتى في اوقات غريبه ومش لازم كل ما انت الشعر هو اللي بيطلبك مش انت اللي بتطلبه يعني. لما بيعوز يتكتب بيجي في دماغك وبتكتب، ولما انت بتعوز تكتب في الغالب او انا عن نفسي يعني مش شرط كل مره بحاول اكتب فيها بتطلع معايا قصيده. طيب ايه الفرق بين الصنايعي والشاعر؟ بس تجاوبني بقى بس بعد فاصل صغير. تمام. هنروح لفاصل صغير جدا. بفكر كل مستمعينا بارقام تليفوناتنا 01019 450 0 والارضي 22/7/12، وكمان لو عايزين تسالوا اي سؤال ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو رسالة بالانجلش. اسمع منا مثل وكلام، اسمع منا عن الأحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم صاحي ولما تنام، واعمل جهدك اتعب حقق كل أحلامك بلا أوهام، ربك خلق الدنيا بحلقها بكل ما فيها في 6 أيام. احلم أكتر واوعى حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس، احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد، راح يجي يوم وتحقق حلمك، الأحلام ملهاش مواعيد، مين يا ابني احلم على قدك خلي الحلم ملوش حدود، واوعى حلمك بس يشدك يبعد بيك عن كل وجود، في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الأمر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه الصبر، واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحت في الصخر، في اللي حلمه ابتدى بسجارة كلنا عارفين ده بيحشيها، يقعد يحلم بس خسارة يخلص حلمه ما يطفيها، في اللي بيحلم يبني يعمر واللي في حلمه نفسه يهد،
تتغير، لا انا سبت ما تحلم انت الاصل ضعيف واكيد مش هقدر، سيبني في حالي ما عنديش واسطة. دي حاجات بنقولها ولا نفكر وحاجات بايته وكلها وضع. لو هتحاول مرة تجرب أحلامك هتشوفها العين، أحلام صاحي وأحلام نايم، أحلام وفي كلتا الحالتين. عمرك كنت تصدق حديدة بيك تطير؟ بدأت حلم وفكرة جديدة ليه ما يكون لك جناح وطير. لو حد كان قالك من 100 سنة أو حتى 200 في شيء اسمه الطيارة وزي العصفورة بجناحين تطير تسافر بيك وانت وعيلتك فيها قاعدين. قالوا الناس مجنون ردوا قال لا انتوا العاقلين. الحقيقة هو العاقل الأفكار هي المجانين. اللي عملها يفرق ايه عنك عن السامعين؟ كان واحد زيك يعني ملوش 4 رجلين أو عين واحدة في وسط دماغه أو فوق راسه فيها أرضين. فرق واحد بينكو مخه ما كانش تخين. في اللي بيحلم يلعب كورة في تريكة يقفل ماتش، ومصطفى من غير رجلين وعدى سباحة المنش، وزويل حلمه بفهمته ثانية جاب له نوم الوش. وبيحلم واعمل اوعك تقول ما يتحققش، أول عزيمة صدقني ربك ما بيخسرش. انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة. مكملين معاكم وبرنامج ايفنتاوي وفقرة ايفنتاوي عندنا، ومشرفنا في الاستوديو صاحب ديوان عيل عجوز احمد فرج. كنت بسأله قبل الفاصل عن الفرق بين الصنايعي والشاعر. ايوه، هو فعلا هي في تقسيمه كده يعني من زمان، حتى من الشعر القديم يعني كانوا بيقسموا الشعراء الى شعر مطبوع وشعر مصنوع، او نفس التقسيمه دلوقتي اللي هي الصنايعي ومش صنايعي يعني. شعر مطبوع وشعر مصنوع. طبعا المطبوع او ده اللي هو بيكتب اللي بيحس بيه، بس ما بيعرفش يعني يخترع احساس او يعيش نفسه في حاله او حاجه تطلب منه يتقال له اكتب لي قصيده عن كذا او في كذا. بتبقى صعب عليه جدا ان هو يكتب النوع ده من الشعر يعني. ده بيبقى اكتر يعني حساسيه والفاظه اكتر عذوبه من الشعر المصنوع. الشعر المصنوع او الصناعي بقى ده اللي هو بيبقى شاطر قوي في انه بيكتب اللي هو عاوزه او اللي بيطلب منه، زي مثلا شعراء بيكتبوا تترات مسلسلات او اغاني في وسط افلام، ده طبعا ما بيقللش منهم اطلاقا يعني. في ناس منهم يعني برعوا جدا في ده، بس في الاخر برضو القصيده اللي بتبقى طالعه باحساس الشاعر حسه او حتى شافه على حد تاني بتبقى يعني اكتر قدره على انها توصل يعني. طب في حد انت يعني ممكن لو سمعت حاجه تقدر تفرق اذا كانت مطبوعه ولا مصنوعه؟ هي بتبقى معروفه يعني. اصل انت بيبقى في مثلا شاعر متخصص ان هو بيبقى شاطر قوي في انه بيكتب اغاني مثلا لمطربين معينين او لتترات مسلسلات او كذا. ده اكيد شاعر مصنوع، ومش معنى كده ان هو يعني اقل موهبه من الشاعر التاني خالص يعني. ده بيبقى عنده اكثر قدره على انه يكتب. انا بقى من النوع التاني اللي هو ما بعرفش اكتب حاجه بتطلب مني يعني.
غير لما بقى بكون يعني حاسس بحاجه او في دماغي فكره معينه بحاول انفذها. بس الفكره فعلا انت بتاثر بيها فبتلاقي نفسك تكتبها. ايوه. لكن ما ينفعش تكون حاجه انت مش مؤمن بيها ما ينفعش تكتبها. صعب عليا انا، انما في ناس مم. بتقدر يعني ممكن مم. يدوله سيناريو فيلم مثلا يقراه ويكتب اغنيه تتماشى مع الفيلم. تمام. طيب سمعنا ايه؟ سامعكم ابويا. ابويا. ايوه. تمام. هي القصيده دي مش في الديوان يعني، هي كتبتها بعد الديوان بس انا حابب اقولها. طيب تمام. ابويا ويوم ما اتولدت ودمعة عيونه في اوضه الولاده وسجدة جبينه في بلاط العياده وماسكه وضمه وبوسه وكلمه حماده واول اذان في الودان سمعته في حياتي. ابويا ويوم السبوع عقيقه وفرحه بدموع ودستة شموع وأول خناقة عشاني، ما هو الهون بصوته المجلجل هيتعب وداني وكلمة بلاش احتياطي. أبويا وظهره اللي شالني بفرحة زمان مجرد ما أقول يلا نعمل حصان وكوتشي ومسدس وبدلة بنص المهية وأنا الصبح أقول له برزالة مخدتش عادية وكلمة بلاش الجيلاتي. أبويا وإيده اللي مسحت دموعي وظهره اللي دايما في ظهري وحضنه اللي بيساع ضلوعي وسهره اللي مرهوم بسهري ودعوات ليلاتي. أبويا ورغم إنه كان على المعاش لكن بدري واقف في قلب الطابور وكعبه اللي من لف باش عشان أصحى ألاقي الفطور وكلمة مجاش وقلقه سؤاله عليا يوماتي. أبويا وشعره اللي من الحمل شاب وأملي اللي خاب وأنا بسعى رد الجمايل فحاول بحبة عمايل ومهما بحاول بلاقي إيديا بتسند وكتفه اللي شايل. أبويا وصعب إن أكمل بواقي الحكاية عشان في حاجات مستحيل تتحكي ومش منطقي إن أعدد عمايله معايا فيا رب تقبل دعايا وترحم أبويا. ربنا يرحمه. لا هو يعني هو موجود بس القصيدة يعني أنا يرحمه هو عايش. يعني تمام ربنا يخليه لك. أصل أنا ساعات بنزلها على الفيسبوك فبلاقي برضو نفس الكومنتات دي يعني طبعا ربنا يرحمه وربنا يخليه لي يا رب. الرحمة بتجوز على طبعا يعني العيش طبعا بس أنا لقيت النهاية دي أفضل نهاية للقصيدة. جميل جدا. طيب كنت عايز أسألك أنت شايف أن الدولة بتشجع شعراء الشباب يعني ولا؟ هو أنا شايف إن علاقة الدولة بالشعر بتتمثل في قصور الثقافة اللي هي يعني أعتقد محدش بيروحها. أنا يعني من حوالي سنتين مثلا كده كنت بروح قصر الثقافة عندنا في طنطا أول ما بدأت يعني، بس للأسف يعني معظم اللي بيروحوا ناس يعني مع احترامي ليهم كبار في السن جدا فوق ال50 بيبقوا تقريبا مسيطرين، ما بيدوش فرصة للشباب بالقدر الكافي يعني. حتى لو في شاب لسه بادئ أو لسه صغير مثلا في ثانوي لسه محتاج توجيه أو كده يعني حسيت إن هما بيبقى في نوع من التعالي أو النوع من إن أنا يعني انت مش شاعر وانا شاعر ولازم تتعلم مني بالعافيه، مع ان بالعكس انا كنت بشوف يعني مستويات في الشباب افضل بكتير من الناس الكبار. مش عارف مش شايف ان في اهتمام كبير من الدوله بالثقافه عموما وبالشعر خصوصا يعني. حاسس ان الشعر حتى يعني فرع من الثقافه مهضوم حقه، يمكن علشان ملوش جمهور كبير قوي ما بين الشباب زي مثلا الروايات او زي الافلام الوثائقيه او زي الفروع الاخرى للثقافه. بس نتمنى يعني يكون في نظره جاده للشعر، لان في جيل جديد طالع دلوقتي من الشعراء العاميه في مصر. اعتقد يعني ان هو يعني بالظبط 2-3 كده بيبقوا كل واحد علم من اعلام الشعر العامي في مصر. ان شاء الله ان شاء الله. بس تالي في جمهور للشعر يعني دلوقتي في شعراء برضو شباب زي عمرو قطامش وزي هشام الجاخ. الناس دي طلعت وبقى ليها جمهور بقى ليهم ايفنتات بتحضرها فاعتقد لا في بس مش تسويق بتاعي. فعلا هي في طبعا شباب كتير جدا ليهم
جمهور كبير جدا وهم فرضوا نفسهم، بس كل ده بعيدا عن الحكومه او بعيدا عن الدوله يعني. هو هم من خلال بقى الفيسبوك او من خلال حفلاتهم وبيطلبوا جمهورهم بيكبر بمجهود شخصي منهم يعني، مش بمساعده من الدوله او بدعم من وزاره الثقافه مثلا او حاجه. تمام. طيب هعرف منك بقى ازاي الدولة تعمل ايه عشان تقدر انها تساعد شعراء الشباب، بس بعد فاصل صغير. بفكر كل مستمعينا بأرقام تليفوناتنا 01019 450 0 والأرضي 22 7 22 7 12، ولو حابين تتفاعلوا على الفيسبوك في صفحتنا راديو رسالة بالإنجليش. حرية ضربت في الحياة أجمل مثل، وبعد حدوتة أمل تعب السنين والصبر قال إني بطل، وليا فوق الحلم حلم. يا ليل 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 ده يوم قريب واني بحقق نفسي واني مش غريب. احساسي كان بيقول لي ده يوم قريب واني بحقق نفسي واني مش غريب، واني شجاع واني حبيب، واللي في خيالي ما كانش وهم، وبعد حدوتة امل بالي يا فوق الحلم حلم. يا ليل 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 يا وبعد حدودة أمل بالي يا فوق الحلم حلم حلم وحصل. حرية ضربت في الحياة أجمل مثل، وبعد حدودة أمل تعب السنين والصبر قال إني بطل، وليا فوق الحلم حلم بالينا فوق الحلم حلم بالينا فوق الحلم حلم بالينا فوق حلم. انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة. مكملين معاكم وبرنامج ايفنتاوي وفقرة ايفنتاوي عندنا، ومشرفنا في الاستوديو احمد فرج صاحب ديوان عيل عجوز. وكنت بسألك قبل الفاصل عن الدولة بقى المفروض تعمل ايه علشان تشجع الشعراء الشباب.
طيب، اولا انا شايف انها لازم تشدد الرقابه على دور النشر، علشان لو في شاعر حابب ان هو ينشر مع دور يعني ما يتنصبش عليه او كده. ده شق جانبي. الحاجه الاساسيه بقى انها ترعى مسابقات، ما تبقاش سنويه، مثلا تبقى شهرية. ممكن تبقى الجوائز بتاعتها بسيطة، من خلال مثلا قصور الثقافة، كل قصر ثقافة يقدم شاعر، ويبقى في مسابقة على مستوى مثلا قصور الثقافة. يبقى في حفلات يقدر الشعراء دي من خلال الحكومة يقدروا يظهروا للنور. كل قصر ثقافة يرشح مثلا شاعر أو اتنين من المحافظة بتاعته، بيبقى ده أفضل واحد، وبيتم مثلا إن هم يظهروا بقى في الأماكن الأكثر حضورا زي القاهرة وزي اسكندرية مثلا، أو يتم تلميعهم بشكل ما يعني. انا شايف ان الاقاليم فيها مواهب يعني اكبر بكتير جدا من القاهره، لان احتكيت بالطرفين. انا من طنطا اصلا وباجي القاهره على طول. وسافرت الصعيد. شكرا. فبشوف ان المواهب او الابداع بيبقى اكتر كلما بعدنا عن الاماكن اللي هي فيها بقى ضوضاء وزحمه وكده. كل ما نروح لاماكن اكثر هدوءا يعني الابداع بيبقى افضل. طب انت بما انك من طنطا، انت شايف انه في موضوع دور الثقافة أو موضوع وزارة الثقافة، هل في مركزية شوية في القرارات؟ هل في مركزية في يعني كله قاهرة؟ أنا شايف في مركزية في كل حاجة لها علاقة بالثقافة بالقاهرة. يعني علاقة طنطا بالثقافة الحكومية بتتمثل في قصر ثقافة طنطا، وعندنا طبعا مسرح مدينة طنطا، وده هيتاخد قريب يعني، مش هيبقى تبع وزارة الثقافة. وعندنا اتحاد كتاب مصر ليه فرع عندنا في طنطا، بس كل دي بتبقى يعني حاجات ضعيفة جدا يعني، وبرضه بيبقى اللي مسيطر عليها يعني ناس شوية أكبر سنا يعني. فبحس إن فعلا هي القاهرة هي المركز يعني، علشان كده أنا باجي القاهرة باستمرار يعني. طب المسابقات الشعرية بتتعمل، يعني انت بتقول ان هي الحل ان هم يعملوا مسابقات شعرية؟ ده احد الحلول يعني، لان يعني علشان اقدر اعرف مستويات الناس اللي عندي وكده، فانا ممكن اعمل مسابقة يتقدم فيها عدد معين، او اشوف افضل مثلا 5 اكرمهم، او افضل 10 او اي حاجة. دي وسيلة من وسائل اكتشاف. ده ما بيحصلش دلوقتي؟ ما اعتقدش انه بيحصل يعني، لانه لو بيحصل كنت هعرف يعني. كنت بروح اسال ثقافه فتره طويله، فممكن مثلا مره واحده في خلال سنتين شفت ان في مسابقه. تمام. طيب دلوقتي احنا حتى الايفنتات اللي بنعلن عنها بتبقى المراكز الثقافيه الى حد ما ممكن نطلق عليها خاصه، زي ساقية الصاوي، زي بيت السناري. بيت السناري اعتقد ان هو حكومي. يعني مراكز ثقافيه، الرصيف، الربع. فانت يعني ايه رايك؟ هل شايف انه المراكز دي بتعوض الحكومه او بتعوض الاماكن؟ ايوه فعلا، هي دي اخر دور الحكومه مؤخرا في تنظيم الايفنتات الثقافيه عموما، والجوائز كمان. في هيئات خاصه بتعمل جوائز للشعراء والادباء والروايات وكده. هي منتشره، وتقريبا ما بيفوتش يوم مثلا الا ما بيكون في ايفنت في القاهره هنا لشاعر او لحفل توقيع مثلا روايه او كده. ففعلا انا شايف انها معوضه بشكل كويس جدا يعني. تمام. طب هتسمعنا ايه؟ هنسمع عاش الملك. عاش الملك. اتفضل. خسرت الحصان وبعده الفيلين والطوابي، وجيشك محاصر ولساك مكابر. خسرت الوزير وضحيت بحبة عساكر، ولساك مكابر. خسرت الرهان تكبدت أكبر خسائر، ولساك مكابر. فضلك حصان وتندم بقية حياتك، فضلك دقيقة كمان وتعلن وفاتك. وفات الدقيقة ومات الحصان، وفات الدقيقة ومات الملك، ده بعد ما جيشه هلك. بدأ دور كمان، وكان الملك بيشبه مثيله اللي فات في كل الحاجات. فهمت الحقيقة في أول دقيقة، فتحت الطريق للوصول للملك من سكات. فمات الملك بأسلم طريقة، وهو الوحيد اللي مات. حمية العساكر طلعت بأقل الخسائر. بدأ دور جديد، ملك من جديد، وزير من جديد، ونفس العساكر. وخاف الملك من مصير اللي مات، وكان لسه فاكر. فحكم ضميره في كل الحالات، وخاف على العساكر.
فعاش العساكر وعاش الملك ولعنوا اللي فات. جميله جدا. شكرا. طيب احنا هنروح لفاصل صغير جدا، نرجع نكمل معاك. تمام. بفكر كل مستمعينا بارقام تليفوناتنا 01019 450 والارضي 22 7 22 7 12، وكمان صفحتنا على الفيسبوك راديو رسالة بالانجلش. اضحك والضحكة تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين، ضحك كل العايشين، كلنا في مركب واحدة مكملين، والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين. اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد، حاجات كتير حواليك بتناديك، ارسم ولون وشوش الناس، شغل مزيكا تخيل غني بإحساس. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير، وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين، لو بكرة تساعد تاني مش بعيد، بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد. ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك، لو مهما قالوا الضحكة مش مفرقاك، افتح شباكك ونور حياتك، انزل افرح فرح اللي فاتك. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون. اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامه حلوه ابدا بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعاده عاده حتى ولو بزياده، اعمل خير من غير ما تسال ايه الاستفاده، بحلم بالفرح بحلم بابتسامه، بحلم ان الضحكه تبقى في وشنا علامه، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه، مبسوط وعلى السعاده جايز جدا. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. اضحك والضحكة تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين، ضحك كل العايشين، كلنا في مركب واحدة مكملين، والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين. اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد، حاجات كتير حواليك بتناديك، ارسم ولون وشوش الناس، شغل مزيكا تخيل غني بإحساس. سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. انتم دلوقتي بتسمعوا ايفنتاوي على راديو رسالة.
ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم وبرنامج ايفنتاوي وفقرة ايفنتاوي عندنا، ومشرفنا في الاستوديو احمد فرج صاحب ديوان عي العجوز. وكنت عايزه اعرف منك يا احمد عن فكرة الالقاء. هل الشاعر عشان يلقي شعره بياخد كورس عشان يتدرب مثلا يلقي شعره، ولا بتيجي ازاي؟ هو في اماكن فعلا وفي اشخاص بتبقى يعني بتقوم بتدريب الناس على الالقاء، او مدربين تنميه بشريه بيخليك اكتر ثقه في نفسك وازاي تقف على المسرح وازاي تتحرك وامتى تتكلم وامتى تسكت وكده. بس طبعا يعني في الغالب محدش بيعمل كده، او يعني قليل جدا اللي بيروح لمدرب يدربه على الالقاء. انا شايف ان الالقاء موهبه دي زي الشعر كده بالظبط، ربنا بيديها لناس وما بيديهاش لناس. يعني الشعراء مثلا بيبقى ممكن يبقى شاعر جيد جدا وما عندوش كاريزما في الالقاء، والعكس شاعر متوسط والقاؤه جيد والالقاء بيوصل اسرع. بس يعني ده بيموت شويه بموت الشاعر، لان احنا مثلا عندنا الدواوين القديمه لشعراء جاهليين وكده، احنا ما سمعناش عن طرب وهو بيلقي ولا متنبي وهو بيلقي، بس شعره وصل لنا وعجبنا. الإلقاء مهم في لحظتها أو في تأثير على سمعك دلوقتي، لكن لو كتاب، لو قصتك منشورة في كتاب أو في موقع على الفيسبوك أو كده، فالإلقاء مش مهم في الوقت ده. عموما الإلقاء طبعا حاجة كويسة جدا، بتوصل الشعر أسرع جدا وبتخليك تعبر أكتر عن القصيدة، بتوصل إحساس بطريقة أفضل. يعني ممكن تلقي قصيدة بطريقة معينة ما توصلش إحساسك اللي أنت عاوز توصله للناس. طيب في دلوقتي بقى يعني في إدخال عناصر على الإلقاء، يعني مثلا زي الموسيقى. تمام. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ولا انت شايف ممكن تقلب؟ لا هي كويسه، لا ما فيش مشكله. يعني هي منتشره دلوقتي جدا في الامسيات وفي الايفنتات والكده. بيبقى مثلا بعض الشعراء بيبقى معاه مثلا حد مع عود او كده، هو بيعيشك اكتر في جو القصيده يعني، وخاصه لما تبقى قصيده شويه فيها شجن او حزن شويه، فالعود بيعمل شغل يعني مع القصيده. ادخال موسيقى كمان، يعني مش عارفه انا صح اللي بقوله ده ولا غلط. فاكر ان الراب مثلا ما ده شعر حد يبقى كاتبه وعايز يقوله، فبيدخل موسيقى سريعه كمان. ده احنا ممكن نقول عليه مثلا نوع من الاغاني اكتر من انه شعر لوحده، لان الاغنيه بتبقى مثلا القصيده وبعدين متلحنه، وبيبقى لها هو نفس اللحن ده بيتقال في كل مره. انما لما يبقى معايا حد بالعود مثلا وانا بقول قصيده، ما بيبقاش في حاجه معينه متفقين عليه، ما بيبقاش في لحن معين للقصيده. هو بيعمل مثلا نغمه معينه لما يعرف مثلا القصيده دي قصيده مثلا حزينه شويه او رومانسيه، فهو بيديني نغمه مثلا بتتناسب مع الجو العام للقصيده عشان يعيش الناس في الجو. بس مش لازم نفس النغمه بتبقى كل مره وانا بقول القصيده يعني. ممكن تختلف من شخص لاخر، ونفس الشخص ممكن يغير النغمه من قصيده للتانيه. طب هتسمعنا ايه بقى؟ هسمعكم صعبه جدا، صعبه جدا. لما تفضل طول حياتك منتظر رد رسايلك واندقاتك، وما يجي الرد يطلع عكس كل توقعاتك، عكس كل تطلعاتك، وقتها بتقول يومين وخلاص يعدوا، واني هبقى بكرة احسن ولا بعده، واليومين يبقوا شهور والشهور تبقى سنين، والسنين تقسى عليك، والبنات تبقى في عينيك عاملة زحمة. البنات تقدر تكون لك كل حاجة وأي حاجة، أي حاجة إلا فاطمة. بس كده إلا فاطمة؟ إلا فاطمة. فاطمة دي شخصية يعني؟ شخصية. طب فكرة إن حد يذكر اسم بشكل صريح في الشعر، يعني هل ده مسموح مثلا بيه؟ أو هو حتة مسموح أو مش مسموح، هو ممكن جدا يكون الاسم مش حقيقي يعني. يعني محدش يقدر إن هو يعني يزنقني في الحته دي، او يقول مثلا انت قلت اسم فلانه او قلت اسم كذا، لان في من الاسم ده كتير، انا ما اقصدش حد معين. والموضوع ده اصلا موجود من زمان يعني، حتى من ايام ليلى وعبله والحاجات دي. حتى كانوا زمان يعني بيعاقبوا الشاعر اللي بيذكر اسم حبيبته في القصيده بان هو ما يتجوزهاش بقى علشان شهر بيها وكده في القبيله والكلام ده. دي كانت مشكله قيس بقى مع ليلى. تمام.
طيب الايفنتات اللي جايه، يعني انت في مفروض الايفنت الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه حفل توقيع كتاب عيل عجوز، تمام. في هل حفلات توقيع تانية جايه في القاهره مثلا، حد حابب أيوة، يحضر هو يعني انا فعلا عملت حفل توقيع للعيل عجوز اول مره في وسط البلد. دي كان من حوالي مثلا سنه كده او اقل من سنه، اول ما الديوان ظهر. لكن احنا ما بنكتفيش بحفل وتوقيع واحد، لان بنعمل كذا حفل توقيع في محافظات مختلفه مثلا. وممكن في لو محافظه كبيره زي القاهره مثلا في اماكن مختلفه. فمثلا في عندي حفل توقيع الاسبوع الجاي في وسط البلد في بيت دون. ان شاء الله هيبقى سبت او حد، في الغالب سبت يعني. بيت دون هو مكانه فين؟ في وسط البلد، ميدان طلعت حرب، عند خلف مقهى ريش بالظبط. تمام. هو تبع دار نشر، يعني هي عامله المكان ده، بيتعمل فيه ايفنتات وبيتعمل فيه حفلات توقيع وبيتعمل فيه امسيات شعريه وكل حاجه. تمام، يعني اللي حابب يروح مفيش مشكله بيروح في ساعتها، مش بيبقى لا تمام، اي حد بيقدر يروح في اي وقت يعني. وده ليه ايفنت يعني هينزل؟ ان شاء الله طبعا. انا خلاص ممكن تدينا اللينك واحنا هننزله برضو على صفحتنا، اللي الله. حابب ان هو يروح يعني اللينك هينزل دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله. طيب سمعنا بقى حاجه كمان. طيب هنسمعكم بقى الواد زياد. الواد زياد ايوه، يعني انا قلتها كذا مره بس اللي الناس حباها، يعني عملت بوست وانا جاي كده، يعني قلت تحب تسمعوا ايه، فالناس كتير قالوا لي الواد زياد. تمام. كانت كل ما تيجي تقول له يا واد يزعل جدا، ويقوم حاطط ايده على بقه كأنه هيدن، ويروح زاعق كالمعتاد ما اسميش واد، اسمي زياد. تضحك ضحكة من الأصلية، وتفتش جيب الجلبية، وتطلع منه المعلوم، وتقول خد هاتلك عسلية. يجري عليها ويفتح ايدها وياخد منها الربع جنيه، يديها بوسة وقبل ما يمشي يرمي الكلمة شوف ابن الايه، برضه يا تيتا مسميش واد، اسمي زياد. وحبة في حبة كبر الواد، حصل من الألقاب أعداد، خاله زياد، عمه زياد، بقى مسؤول عن أسرة الواد، جوز زياد، بابا زياد، وبقى دكتور في الجامعة الواد، وبقى عند الأولاد أولاد. وبعد ما حج ولف الدنيا، وبعد ما عمره دخل على 100، لسه زياد نفسه في حد يقوله يا واد قرب خد هاتلك عسلية. جميلة جدا. جميلة جدا. طيب انت حلمك الفترة اللي جاية ايه؟ هي احلام شخصيه كده. اولا ان انا يعني اكمل في الماجستير، لان انا يعني عملت تمهيدي ماجستير، دي بتسبق الماجستير، وبعدين الديوان صدر وانشغلت بقى بالديوان والامسيات وكده، فتوقفت شويه. البحث العلمي يعني في مجال النقد. تمام يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية بقى يعني اتمنى ان انا انجح كشاعر اكتر من كده يعني. الحمد لله انا انزل يوان واثبت نفسه وكده، بس يعني انا في مرحله الانتشار دلوقتي. اتمنى يعني الفتره الجايه اكون اكثر انتشارا يعني. طيب سمعنا ايه؟ هنسمع مش مطمن. مش مطمن. انا مش مطمن على نفسي، انا عاوز اشوف دكتور نفسي، انا لازم اشوف حل الموضوع. انا كنت كويس من مدة، دلوقتي بقيت اظبط نفسي، وانا بحكي لنفسي بصوت مسموع، وساعات بلاقيني برد كمان. انا خايف فعلا اكون عيان، انا حاسس ان بدأت اعجز من كتر الخنقة ومن التفكير. انا هخطف نفسي واروح احجز، مش طالبة استنى في قلق كتير. انا خايف اكابر في الاخر واكنسل حجز الجمعة الجاي. انا حلو خلاص مش مستاهل ان اوهم نفسي بليه وازاي. طب حلو ازاي اذا كنت بقيت على طول متقوقع جوه البيت، ما بقتش بحب ابقى مع الناس، حتى اصحاب الانتيم زعلوا علشان بهرب منهم على الفيس. ده غير اللي بشوفه في الكوابيس. انا لازم اروح الجمعة الجاي، مش لازم يعني اكون عيان، انا عارف نفسي انا مش عيان. انا عاوز حد اتفك معاه ويسيبني لحد ما اجيب اخري، يسمعني الاخر قولة ده انا قلبي معبي وعلى اخري. انا جايز ادمع وانا بحكي، بيقولوا الدمع بيجلي الهم،
لو فعلا يبقى اكيد هبكي، ده انا جوايا هم ما يتلم. انا رايح يوم الجمعة الجاي، هحجز اخر واحد في الدور. انا مش عيان محتاج لعلاج، ده انا رايح افضفض للدكتور. معلش انا اسف على الازعاج، صدعت دماغك ودوشتك، بس اعمل ايه؟ كل ما بحتاج دايما بلاقيك جاي في وقتك. فاستحملني واسمع مني وخليك زيي، دايما نساي، واخرنا خلاص الجمعة الجاي. جميله جدا. دايما فعلا حكايه الدكتور النفساني في مجتمعنا بتبقى انا اعتقد يعني ان مفيش حد فينا ما راودتوش فكره ان هو يعني يروح لدكتور نفسي، او على الاقل يعني ان هو بيقعد يتكلم مع نفسه شويه يعني. بس فعلا هي شويه مش كل الناس في مجتمعنا عندها الجرأة انها تروح حتى، ما حدش مع ان الموضوع بيتقبل ده الفكرة، عادي. وحتى في ناس بتروح ما بتقولش وكده، وخصوصا لو بنت او كده، بس عادي يعني. اصل مفيش مشكله، ممكن انت اصلا ما يكونش عندك مشكله فتروح تطمن على نفسك. ما هي فعلا الفكره هي فضفضه، هي في النهايه اعتقد انها فضفضه. طيب بتسمعنا ايه؟ سمعكم بتاع البطاطا. بتاع البطاطا. الواد بتاع البطاطا اول ما اتقال له تاتا خطة يجيب قوته، وسرح بعربيته، وقفها في الميدان وحجز له بيها مكان، ورقاها بالقرآن وسندها ببلاطة، ونادى يا بطاطا، يا معسلة يا كيزان مشوية على قلبه، يا مشممات دخان. طب هو ايه ذنبه؟ كفه اليمين ملسوع من لمسته للفحم، كتفه الشمال موجوع من شيل شوال على اللحم، والكوتشي كام مقطوع اكمنه من باتا. عسلية يا بطاطا، يا معسلة بالقوي ومحرمة انه يدوق، يا مبلعاه الريق طعمه خشب محروق، بيزيد في قلبه الشوق نفسه يدوق عسلك، ويقول مسيرها تروق لو تعملي بأصلك. ده الواد قنوع جدا ما طلبش شوكولاتة. عسلية يا بطاطا، يا معسلة بالقوي ومخرمة هدومه، ومجرياه بعسكري، ومزودة همومه، ومسهراه بكام كوز، ومسودة وشه، ومخلياه أرجوز، ومكحلة رمشه. حلمه بسيط جدا، لقمة وغطا وفرشة، بيحب كل الناس وعايشها ببساطة. عسلية يا بطاطا، يا معسلة بالقوي كان صوته بينادي، كان الميدان مليان والجو مش هادي، ولأنه مش محظوظ قرر يدوق عسلك. أول ما رفع الكوز قليت ليه بأصلك، فجأة سكت صوته وشهق بصوت مخنوق، ده أنا كنت نفسي أدوق. طب كنت سبتيه يدوق في آخر أوقاته لو مرة في حياته. غدارة يا بطاطا. جميله جدا. كنا بنتكلم عن المسابقات الشعريه، أيوة. وكنت حابب ان هو يبقى في مسابقات وكده. انت بتشوف طبعا المسابقات الشعريه اللي في الخارج، خصوصا في الدول العربيه. ايه الفرق بينها وبين المسابقات اللي عندنا في مصر؟ هو اعتقد يعني ان الفرق في الامكانيات الماديه بتبقى خاصه دول الخليج، يعني بيعملوا مسابقات بتبقى على مستوى عالي من الترويج. بيعملوها مثلا برامج تلفزيونيه زي امير الشعراء وشاعر مليون، بتبقى ليها جوائز كبيره بتحفز الناس انها تشترك، بيبقى التنظيم افضل، بيبقى كل حاجه افضل. هنا بتبقى الموضوع شويه اقل يعني، مع ان الناس هنا طبعا مش اقل في الموهبه، بالعكس يعني الناس هنا بتبقى افضل كتير، لكن برضو المستوى المادي للبلد بيفرق في التنظيم عموما يعني في اي حاجه يعني. بس يمكن هناك يعني هم الشعر او ثقافه الشعر اكتر شويه من عندنا، فكره ان هم بيشجعوا الطفل وهو صغير ان هو يقول شعر، اللغه
تمام. هو انا شايف ان الدول العربيه يعني المسابقات او الجوائز بتبقى يعني معظمها بتبقى حكوميه افضل اكتر، او تبع وزاره الثقافه في البلد اللي بتتعامل فيها. انما هنا المسابقات مثلا بتبقى خاصه شويه او بعيدا عن الحكومه، يعني الحكومه بتدي مثلا جوائز زي جوائز الدورة التقديريه والتشجيعيه وكده. انما المسابقات وكده اعتقد ان يعني في مسابقة مؤخرا كده أنا كنت مشترك فيها، بتبقى أول مرة يطلق عليها اسم الشاعر أحمد فؤاد نجم، لأنه رحل يعني السنة اللي فاتت في 3/12 هيتم إعلان الجايزة القائمة القصيرة يوم 15 نوفمبر. دي هيبقى 5 شعراء وصلوا للنقطة دي يعني. بعد كده هيتصفوا بقى على شاعر واحد، هيبقى يوم 3/12 يعلن عنه يعني يوم وفاة أحمد فؤاد نجم، والجائزة هتبقى باسم أحمد فؤاد نجم. هتبدأ امتى؟ هي اوريدي شغالة، وتم التقديم ليها كان لمدة شهر تقريبا، من شهر 7 من نص 7 لنص 8. المسابقة دي كانت يعني بتقدم لدواوين شعر اللي اتألفت من سنة 2011 لغاية 2013. كان ليها شروط معينة يعني، منها السن، ومنها ان هو يكون الديوان ده ما فازش في مسابقة قبل كده نفس ستايل العامية برضو بتاع أحمد فؤاد نجم. هو مش محدد بقى، هو شعر عامية وخلاص، واطلقوا عليها اسم أحمد فؤاد نجم لان دي كانت يعني اول حاجه او اول مسابقه تتعمل بعد وفاته مباشره يعني. وهتستمر بقى ان شاء الله يعني. هو السنه دي اول موسم ليها. ربنا يوفقك ان شاء الله فيها. إن شاء الله. هتسمعنا ايه؟ نسمعكم بقى حاجه شويه فيها تفاؤل يعني. يا ريت. احنا دلوقتي يعني في السيزون بتاعنا ده مسمينه عيش الفرحه، فاحنا بنحاول بقدر الامكان يكون يعني نولد التفاؤل شويه في كل حتى البرامج يعني بالطبع العام بتاع كل البرامج. يعني قصايدي معظمها مأساوية شويه، بس يعني هنحاول ان احنا نقول حاجه في الاخر يعني تبسط الناس. هي قصيده اسمها اكسر يمين. اكسر يمين؟ ايوه تمام. اخبط على دماغي الوجع بشاكوش، واكسر ايدين الهم والاحزان، ارمي وراك كم ذكرى ما تحبوش، وادهن جدار القلب بالالوان، وارجع حماده بفرحه ما تسعهوش لما يجيب عسليه من الدكان. اضرب فرامل سكه الاوهام علشان توقع يأس متشعبط، واكسر يمين على سكه الاحلام، وافتح على الرابع بقى استعبط، واخدع رادار دنيا الملام بكلام يعدل مزاج القلب ويظبط. انزل بحور الفرح بهدومك، عبي جيوبك منها بالضحكات، طلع لسان الطفل لهمومك، وارقص وغني وعيشها باستعباط، واسمعها مني يكون في معلومك اللي اكتئب من الدنيا طق ومات. جميلة جدا. ابتدي انت في ايفنت هتبقى برضو مشارك فيه نحب نعلن عنه؟ هو في ايفنت يوم السبت الجاي بعد بكره، هيبقى في بيت داون برضو في وسط البلد، يعني ميدان طلعت حرب. هو في صديقي اسمه عصام الشيخ، هو عامل مبادره اسمها يعني الاسم غاب عني دلوقتي بس انا هفتكره. هو بيشجع الشباب الشعراء اللي هم لسه يعني مش مشهورين قوي او كده، بيعمل لهم ايفنتات في اماكن معروفه، والشباب دي من اماكن مختلفه يعني، وبيدعي ليها بقى يعني، بيعمل دعايه في الصحافه وبيدعي ليها شعراء وكده. فانا يعني عصام كلمني قال لي ان انا ابقى ضيف شرف في الايفنت ده، فانا ان شاء الله هكون موجود يعني. تمام. ده هيكون فين بقى؟ هو هيكون في بيت داون في وسط البلد يوم بعد بكرة الساعة 5:30. هو ميدان طلعت حرب خلف مقهى ريش. تمام ان شاء الله. لو اي حد حابب ان هو يروح المبادره اسمها كتاب بلا هويه. لا كتاب بلا هويه. والاسم ده يعني هو عصام مختاره، وعصام الشيخ مختاره علشان يعني يوضح ان او انا شاعر ومش معروف، بس انا بكتب شعر كويس يعني. وان شاء الله هيبقى يوم كويس جدا يعني، وفي شعراء كتير هيبقوا معانا ضيوف شرف زي الشاعر عمرو البطل، الدكتوره جيهان نجم، يارا بدنيا. انا مش عاوز انسى حد يعني، بس كلهم اصدقاء واتمنى اليوم يطلع كويس. خلاص، وان شاء الله اللينك هينزل برضو على صفحتنا اللي حابب ينضم ويسمع حتى شعراء شباب تانيين.
انا بشكرك جدا. للاسف وقت حلقتنا انتهى. بشكر كل مستمعينا، والنهارده انت شرفتنا. الشرف ليا، وانا بشكرك جدا على الاستضافه الجميله دي، واتاحت الفرصه ليا ان انا اتكلم في راديو رساله. ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تعمل ديوان تاني غير عيل عجوز بقى. ان شاء الله بحضر لحاجه يعني، بس مستني يعني عشان بركز على الجوده فمتاخر شويه. لا ان شاء الله تبقى حاجه جميله جدا، وتشرفنا برضو في ايفنتاوي او في اي برنامج في راديو رساله. بشكر كل مستمعينا، وبشكر مهندس الصوت محمد قمر، بشكر فريق الاعداد احمد المصري وآية عصام، بشكر فريق الدعايه تنتي عبد السلام ودينا ابو شادي، وكمان بفكر كل مستمعينا اللي ما شافش الحلقه هي تتعاد يوم الاثنين الساعه 11 مساء، يوم الجمعه بكره الساعه 10 صباحا، وكمان الحلقه هتنزل في خلال الاسبوع على صفحتنا على اليوتيوب راديو رساله بالانجلش. بشكرك جدا، وهسيبكم بقى مع قصيدة لأحمد فرج. طيب هنقول حاجة بقى دينية شوية. خلاص، ومستنية كل مستمعين إن شاء الله في يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد الساعة 6:30، وهسيبهم مع القصيدة بتاعتك. اسمها ايه؟ اسمها عندي أمل. عندي أمل. يا منجي يوسف صبي من وحدته في البئر، ومنجي يوسف نبي من حبسته بالأمر، ومنجي موسى رضيع من رميته في النهر، ومنجي موسى طريد بعصايا شقة بحر، ومنجي يونس بذكره جوه بطن الحوت، ومنجي أيوب بصبره على المرض والموت، ومنجي نوح من موج عالي بعلو الجبل. أنا لسه عندي أمل مع إن أنا مش نبي ولا ذنبي قد العمل. شكرا لك. استنونا. راديو رسالة، هتشوف الخير بودانك.